السلام عليكم، أنا هدى عبد الحليم ودي قناتي على اليوتيوب. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم إشعار بأي وصفة أنا بنزلها. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الأوريو. زي ما انتم شايفين الشكل حلو جدا، يعني مش قادرة أقول لكم. يعني بصراحة بقى أنا شايفة إن الشكل بيتكلم عن نفسه. يعني الشكل حلو جدا، تحسوها تورتيه في نفسها كده ما شاء الله. يعني حلوة جدا حتى واحنا بنقطعها كده. يعني والله يا جماعة تحسوها تورتيه فعلا مع انها مش كده خالص. هي عبارة عن كيكة شوكولاتة، يعني كيكة شوكولاتة رفيعة فوق طبقة كريم كراميل بالأوريو، طبقة كده من الكريم شانتيه بسيطة كده. بصوا القطعة أنيقة جدا والله، لوحة والله تحسوها لوحة فنية كده. قطعة مستقيمة وحلوة جدا، يعني تقدروا انتوا بتاكلوها كده تشربوا معاها حاجة ساخنة أو دافية يعني كده اللي انتوا تحبوه. طبعا زي ما انتوا شايفين الشكل حلو جدا، يعني بإذن الله هيعجبكم جدا. طريقتها بسيطة ومكوناتها اقتصادية برضو، وهتعجبكم جدا. يعني ما شاء الله حلوة جدا يا جماعة. هنبدأ بقى ونشوف هنعمل الوصفة دي ازاي. معايا هنا في بولة بيضة، نص كوباية من السكر، معلقة كده هنحط هنا معلقة من الفانيليا. هنضربهم كويس بالشكل ده لغاية ما السكر يعني يبدأ يدوب وتحصلوا على القوام الحلو ده واللون الأبيض الفاتح ده. هحط هنا ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من الخل ورشة ملح بسيطة كده. هنضربهم كويس كده بقى ضربة كويسة، يعني عشان المكونات تختلط ببعضها، وبحيث برضو لو السكر في الأول مكانش داب كويس يدوب برضو أكتر عشان ما يبقاش حبيبات كده، يدوب أحسن أو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط هنا معلقة من البيكنج باودر، كوباية الا ربع من الدقيق. هندخلها بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في العجينة وتتخلط معانا بسرعة. برضو نتأكد ان الدقيق مفيهوش اي حاجة. معلقتين هنا من الكاكاو الخام مش مليانين قوي عشان لسه هنحط برضو اوريو مطحون، هندخلهم بالشكل ده برضو. هنضربهم كويس كده عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات بالشكل ده. ومن الجوانب كده هنتأكد ان مفيش فيها اي دقيق ما اتخلطش يعني او كاكاو او حاجة يعني من المكونات الجافة. انا هنا عملت 10 حبات من الاوريو، يعني طحنتهم بالشكل ده ناعم قوي. انا كده اهو خلصت. هحط بقى الاوريو اللي انا طحنته زي ما قلت 10 حبات مطحونين. هضربهم بقى ضربة بسيطة كده اخر ضربة عشان المكونات بقى يعني اختلطت اهي ما شاء الله كده جميلة جدا، يعني مش محتاجة حاجة. هدهن دهنة بسيطة كده في الصينية اللي احنا هنعمل فيها الكيك. اهي دهنة بسيطة كده بالمنديل بأي حاجة المتوفر. هنزل بقى خليط الكيك كده. بصوا الكيكة دي انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 190 من فوق وتحت. المدة هتبقى من 30 25 دقيقة 30 دقيقة على حسب بقى الفرن بتاعكم ونوعه. اديتها خبطتين كده وهتخش الفرن بقى. هنا هنعمل كريم كراميل، كوباية ونص من اللبن على باكت من الكريم كراميل اللي هو البودر ونص باكت كمان، ورشة فانيليا، وباكت الكريم الباكت بتاع الكريم كراميل اللي بيبقى موجود في العبوة. نزلته كده بالشكل ده. هقلبه كده قبل ما ارفعه على النار. هقلبه كده قبل ما نرفعه على النار كده بالشكل ده. هرفعه على النار هادية كده واقعد اقلب فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية بقى ما القوام يتقل معاكم. الكيكة طلعت من الفرن، اختبرتها بخلة اسنان كده طلعت نظيفة، ده دليل على انها استوت اهو ما شاء الله حلوة جدا. حطيت الخليط بتاع الكريم كراميل بقى في الخلاط كده. حطيت 10 حبات من الاوريو، 4 معالق من القشطة، وهنضربهم ضربة حلوة كده ما شاء الله. خدوا لون حلو جدا زي ما انتم شايفين اللون جميل جدا. هنحطهم بقى في الصينية اللي احنا عملنا فيها الكيكة، وهنحط ورق زبدة كده عشان بحيث لما نيجي نطلعها ما تلزقش بالشكل اللي انتم شايفين ده. هنخبطها خبطتين كده تطلع الهواء اللي فيها وندخلها الفريزر لمدة 4 ساعات. هنعملها الكريم شانتيه. هحط كده ظرف واحد كفايه، ظرف عايزين تكتروا عن كده برضو ده حسب رغبتكم. لبن كده، لازم اللبن يكون متلج. وده ايس كريم ده طبعا مش اختياري، يعني اختياري طبعا انتوا عايزين تحطوه يعني مش مشكلة. ده كان حاجة بسيطة عندي كده فانا قلت احطها تدي طعم كده. هنضربهم كويس بالشكل ده
لو حسيت ان انتوا عايزين تزودوا الكريم شانتيه يعني رشة سكر بسيطة زودوا. انا هنا بعد ما ضربته خد القوام الحلو ده، حطيت كده يعني بسكوت من الاوريو مطحون، بس مطحون يعني خشن شوية، تقليبة بسيطة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد ما طلعنا الصينية من الفريزر هنزل عليها كده الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفرد بقى بالمعلقة ده بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين اهو، بالراحة كده يعني. والله سهلة يا جماعة، مفيش اسهل من كده. انا مش شايفة انها بتاخد وقت كبير يعني. اهو انا كده سويتها ما شاء الله حلوة جدا يعني. تدخلوها التلاجة او الفريزر تاني لمدة ساعة، اكتر حاجة ساعة يعني، لغاية ما تبدأ ما الكريم شانتيه يمسك. ولو برضو الطبقات اللي تحت ما مسكتش تمسك كمان. هسيح كيس من الشوكولاتة وهفتحه كده فتحة بسيطة كده عشان ينزل خيوط رفيعة كده شكلها حلو كده زي ما انتوا شايفين. خيوط بسيطة كده يعني سهلة جدا والله، ما فيش اسهل من كده. ما شاء الله حلوة جدا يا جماعة، والله مش قادرة اقول لكم ان هي بسيطة جدا واقتصادية في نفس الوقت. والله ما خدتش مكونات مننا كتير يعني. هزين بسكوت الاوريو كده، ده اخر حاجة خلاص. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. حلوة جدا يا جماعة. بصوا زي ما احنا كده بقى خلصناها يعني، جميلة جدا. نقدر نعمل جنبها حاجة سخنة بسيطة كده نشربها، حاجة بسيطة كده يعني. نشرب جنبها اي حاجة سخنة واحنا بناكل كده. حلوة جدا يا جماعة زي ما قلتلكوا في اول فيديو، يعني شكلها مدي على تورتاية كده، اللي يشوفها يقول كده. بس هي مش كده طبعا، زي ما انتوا شفتوا المكونات وعملناها ازاي. حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. شوفوا احنا بنقطعها كده يعني، شوفوا النعومة مقولكوش، ناعمة جدا والله يا جماعة، حلوة جدا والله بجد. انا اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، عشان هي زي ما قلت فعلا وصفة اقتصادية وبسيطة جدا، متاخدش وقت باذن الله. يعني هي ممكن توسخ لكم شوية مواعين محترمين كده، بس مش مشكلة طبعا. انما هي ما بتاخدش وقت يعني. ما شاء الله حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. مش عايزة اقول لكم يا جماعة يعني، شوفوا القطعة كده حلوة جدا يعني. عايزة اقول لكم انها بتدوب في البق بمعنى الكلمة يعني. ما شاء الله. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. انا هدى عبد الحليم ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار باي وصفة انا بنزلها، ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو.